كاميرات المراقبة CCTV بتعتبر وسيلة أساسية للحد من الجرائم زي السطو على المنازل وسرقة العربيات. في كتير من الحالات المجرمين بيتصوروا بالكاميرا لكن عمرهم ما بيتعرف عليهم، ونفس الكلام ممكن يتقال عن بعض حالات الأشخاص المفقودين اللي بيتشافوا في تسجيلات الكاميرات لكن عمرهم ما بيتلاقوا. 20 باميلا باتلر اللي عندها 47 سنة محدش من عائلتها أو أصحابها شافها أو سمع عنها من يوم 14 فبراير 2009، والشرطة قبضت على حبيبها خوسيه رودريغيز كروز لأنهم معتقدين أنه هو المسؤول عن اختفائها. شكوكهم بدأت لما راجعوا تسجيلات كاميرات المراقبة من بيت باميلا، واللي شافوه خلاهم على طول يعتقدوا أن في جريمة وراء الموضوع. في يوم اختفائها كان المفروض باميلا تتعشى عشاء عيد الحب مع والدتها ثيلما ورودريغيز كروز، لكنها ما ظهرتش. تم فتح قضية شخص مفقود، لكن المحققين ما قدروش يلاقوا أي أثر لها. في 2016 تم إعلان باميلا متوفية رسميا. وقتها اكتشفوا أن رودريغيز كروز كان متجوز 2 في نفس الوقت، وأن مراته الأولى كمان اختفت بطريقة غامضة. كاميرات المراقبة في بيت باميلا أظهرت رودريغيز كروز وهو جاي وداخل وبيخرج من البيت كذا مرة على مدار 4 أيام. يعتقد أن في الفترة دي كان بيتخلص من الأدلة، رغم أنه كان بيقول أن باميلا أنهت علاقتهم وأنه كان بيرجع للبيت كل شوية عشان ياخد حاجته بس. رودريغيز كروز اتعبض عليه وتوجهت له تهم بخصوص باميلا وطليقته، وبعد ما اعترف بالذنب اتحكم عليه ب 52 سنة سجن. باميلا عمرها ما تلاقت، لكن قضيتها دلوقتي اتقفلت من الشرطة. 19 تسجيلات كاميرات المراقبة من متحف في بلاتسموث نيبراسكا خلت ناس كتير يتساءلوا إذا كان ممكن الجمادات تكون مسكونة، لأن واحدة من الكاميرات في المدنة سجلت حاجة المفروض إنها مستحيلة. المتحف اللي بنتكلم عنه اسمه متحف الضلال، وده تأسس بواسطة نيترا ديمان اللي هو متخصص في علم الشياطين، ومراته كيت اللي هي وسيطة روحية. مع بعض بيجمعوا بيعرضوا قطع أثرية من كل أنحاء العالم اللي بيقال إنها مسكونة، والمتحف بسرعة بقى مشهور وسط السياح وأهل البلد كمان. وقت تسجيل كاميرات المراقبة كانوا جمعوا أكثر من 3000 قطعة أثرية من النوع ده. الحاجات دي كانت بتشمل عرايس بيقولوا إنها بتتحرك لوحدها، وألواح ويجا، وكمان أثاث بيقال إنه مرتبط بحاجات خارقة للطبيعة. في الماضي الضيوف كانوا بيشوفوا أبواب بتتفتح لوحدها، وقطع أثرية بتتحرك فجأة كأنه في إيد مش باينة بتحركها. وفي مرة من المرات زائر قال إنه اتخدش من حاجة ما كانش شايفها. بالنسبة لنيت وكيت الحاجات دي عادية بتحصل كل يوم، لكن ناس كتير بتتجنب المتحف زي الطاعون خوفا من إن حاجة تلزق فيهم قبل ما يخرجوا من المبنى. الطاقة جوا المتحف بيقولوا عليها إنها مرعبة، ولو صدقنا تسجيلات كاميرات المراقبة اللي بنتكلم عنها الموضوع مش غريب. في صباح يوم من أيام 2018 والمتحف لسه مقفول، كاميرات المراقبة اللي كانت بتسجل في واحدة من الغرف باين إنها سجلت نشاط خارق للطبيعة وهو بيحصل. الأوضة مليانة حاجات كتير زي تابوت، كرسي عالي للأطفال، وكورة باينة مرمية على الأرض. لكن بعدين الكورة فجأة ارتفعت في الهواء كأن في روح بترفعها، وفي ناس قالت إن في شبح كان بيلعب بيها. لو ده فعلا اللي حصل لسه مش معروف، ومفيش تفسير نهائي اتلاقى لحد دلوقتي. 18 نجاة ورونغاي اللي السكان المحليين بيسموها ببساطة رونغاي، موجودة في مقاطعة كادوادو في كينيا. السكان المحليين في المنطقة دي طلبوا من الشرطة تفتح تحقيق في سلسلة الجرائم اللي حصلت هناك في فبراير 2026، وقدموا تسجيلات كاميرات المراقبة للمشتبه فيهم. في تسجيل من التسجيلات ممكن تشوف مجموعة من الرجالة بيمشوا في الشوارع ويدوروا على هدفهم الجاي. أول ما يحددوا البيت اللي عايزين يقتحموه بيطلعوا السلم وبيسندوه على سور البيت. بعد كده بيبدأوا يتسانقوا السور واحد ورا التاني ويدخلوا حوش صاحب البيت، وهناك بيحاولوا يدخلوا جوه البيت. ده مقطع فيديو مرعب بيورينا ايه اللي بيحصل في المنطقة، وأهلها نايمين ومطمنين.
مقطع تاني بيورينا راجل بيتسلق السور بإيديه ورجليه من غير أي أدوات. كلب راعي ألماني كبير باين عليه بهوهو عليه بغضب، لكنه ما تأثرش وكمل في شغله بسرقة البيت. في مقطع تاني وش الحرامي متغطي لحد مناخيره بكمامة وباين عليه مش فارق معاه خالص إنه متصور بالكاميرا. وبما إن محدش من الرجالة دول اللي اتعرف عليه، غالبا السرقات دي هتستمر لحد ما يقبضوا عليهم ويتحاسبوا على جرائمهم الشريرة. في بيوت كانت مستهدفة ليلتين ورا بعض، وده خلى السكان في المنطقة حاسين بعدم الأمان، لأنهم مش عارفين إمتى أو فين الحرامية هيضربوا المرة الجاية. في أمل إن تسجيلات كاميرات المراقبة تساعد في التعرف على بعض المشتبه فيهم وإنهم في الآخر يتجابوا. 17 في سنة 2014 كيارا ستوبس اللي كان عندها 23 سنة كانت عايشة في برمنغهام ألاباما، وكانت بتواجه مشاكل في فرامل عربيتها. قالت لأخوها إن فيه راجل هي تعرفه عرض يساعدها، وسألته لو يقدر يوصلها لمكان شغله. كيارا كانت قصة شعر أولاده قبل كده، فعشان كده كانت حاسة إنه ممكن تثق فيه. أخوها وافق وخد كيارا لمحل بيوست موبايل في 5 بوينتس ويست اللي الراجل ده كان بيشتغل فيه. الراجل قال لكيارا إنه هيديها فلوس عشان تصلح فرامل عربيتها، بس بعدين الأمور خدت منحنى غريب. هي والراجل اتكلموا شوية دقايق، وزي ما باين في تسجيل الكاميرات اللي برا المحل، كيارا بعد كده قربت من عربية كرايسلر لونها خمري وكانت ركنة قريب. اتكلمت مع السواق ثواني وبعدين مشيت ناحية كرسي الراكب في العربية قبل ما تركب. العربية بعد كده رجعت ورا ومشيت، ومن ساعتها كيارا مختفية. في سنة 2025 الشرطة فتشت عقارا في شارع تيرا ساوث في منطقة إنزلي بعدما صدر أمر تفتيش، لكن المحققين بعدين قالوا إنهم ما لقوش أي أدلة جديدة. لورنس دادري الرجل اللي كان باين وهو سايق العربية في الفيديو اتعرف عليه وتحقق معاه، بس هو عمره ما اتقبض عليه. المحققين قالوا إنهم ما كانوش عندهم أدلة كفاية علشان يوجهوا تهمة لأي حد في اختفاء كيارا، وبعد 16 سنة مصيرها لسه مش معروف. أي حد عنده معلومات جديدة عن قضيتها أو يقدر يساعد الشرطة في العثور عليها، ياريت يتواصل مع قسم شرطة برمنغهام على الرقم 205-254-1782 أو مع كرايم ستوبرز على الرقم 205-254-777716. سنة 2026 هتكون عدت 15 سنة من آخر مرة تشاف فيها لوك جولي دوروشيه اللي كان عنده 20 سنة. عائلته لسه عندها أمل إنها تلاقي إجابات عن اختفائه في يوم من الأيام، وعرضوا مكافأة مالية كبيرة لأي حد يجي بمعلومات تساعد في حل قضيته. لوك أصله من تيمسكامينغ في كيبيك كندا، لكن اختفائه حصل في نورث باي أونتاريو. في يوم 4 مارس 2011 كان خارج في سهرة وحاول يزور بار سيسيل عند ناصية شارعي مينو ويلد حوالي الساعة 11:54 مساء، لكن تم رفض دخوله. بعض التقارير بتقول إنه اترفض عشان كان سكران زيادة، وتقارير تانية بتقول إن سبب الرفض لسه مش معروف. بعد كده اتشاف وهو بيغادر المكان ولف في الاتجاه الغلط في الأول قبل ما يلاحظ غلطته، ولما ما رجعش البيت بعد يومين اتبلغ عن اختفائه وبدأوا تحقيق في الموضوع. بعت رسالة نصية لوالده الساعة 8:51 مساء في الليلة دي، ومن ساعتها تليفونه ما تستخدمش تاني. حساباته البنكية برضه ما اتلمستش، لكن كارت البنك بتاعه اتلاقى في بلوك 500 في شارع شيربروك يوم 15 مارس وتسلم للشرطة. تمت عمليات بحث في المنطقة لكن من غير فايدة، وعائلة لوك بتعرض مكافأة $50,000 لأي حد يجيب معلومة توصل لمكانه. هو موصوف إنه شعره بني وعينه بني وطوله 5 أقدام و8 بوصة، ووزنه كان حوالي 150 باوند وقتها. في سنة 2011 كان عنده تقويم على سنانه اللي فوق، والمحققين قالوا إنهم بيدوروا على حزام بنفسجي مميز كان لوك دايما بيلبسه ولسه ما تلاقاش. أي حد عنده معلومات عن قضية لوك يرجى يتواصل مع قسم شرطة نورث باي على الرقم 7054-975555. الشرطة في إيرلندا الشمالية ناشدت الناس يساعدوهم في العثور على ناتالي جالاجر
اللي عندها 39 سنة واللي محدش من أهلها أو أحبابها شافها من ساعة ما ظهرت في تسجيل كاميرات المراقبة يوم 4 مارس 2026. صور من التسجيل اتعرضت دلوقتي للناس على أمل إن حد يعرف ناتالي ويبلغ الشرطة عن آخر مكان كانت فيه. التسجيل اتصور بكاميرا في شارع أميليرا في وسط مدينة بليفاست حوالي الساعة 8:30 مساء، وبيظهر فيه ناتالي وهي ماشية في اتجاه بيت كيلان وكانت مع 2 رجالة. لسه مش معروف إذا كانوا ال2 الرجالة دول اتبعوا واتسألوا ولا لأ، أو إذا كانوا هم وناتالي يعرفوا بعض. يعتقد إنها كانت ناوية تسافر من ديري لبلفاست في اليوم ده، لكن تحركاتها بعد تسجيل الكاميرات لسه غامضة. المصادر ما قالتش إذا كانت ناوية تسافر لبلفاست بالقطر أو بالأوتوبيس أو مع ال2 الرجالة دول، ولسه ما فيش أي تسجيلات كاميرات تانية تلاقت. عشان كده الشرطة طلبت من أي حد شاف ناتالي في اليوم ده إنه يتقدم علشان يقدروا يحدثوا آخر تحركاتها المعروفة. في التسجيل كانت لابسة قميص أبيض وجاكيت أسود وبنطلون أسود وجزمة سوداء. الشرطة قالت إنهم قلقانين أكتر على سلامتها مع كل يوم بيعدي، ووعدوا إنهم هيتابعوا أي معلومات تيجي من الناس علشان يقدروا يرجعوها لأهلها بأمان. لو عندك أي معلومات مفيدة اتصل برقم الطوارئ 101 واذكر رقم المرجع 1209 120 1905 03 26. 14. كورتني ليكس قضت طفولتها في سانت لورنس نيوفاوندلاند، وطول حياتها كانت معروفة بروحها الحرة. هي وجيسون بايك اتقابلوا هم مراهقين، وفي الآخر خلفوا ولد مع بعض. بعد كده تعرفت على راجل اسمه فيليب سميث، وبحسب كل الناس كانت علاقة سامة. اتبلغ عنه للشرطة بعد ما اعتدى عليها، والعلاقة انتهت عند كده، لكن سميث رفض يقبل ده. بعت صور لكورتني لحبيبها الجديد وتبلغ عنه للشرطة تاني. كورتني حصلت على أمر سلام، وده شبه أمر الإبعاد ضد سميث اللي اضطروا يحجزوه في منشأة صحية لمدة 4 أيام لأنه ما استقبلش الخبر كويس. حاول يلغي الأمر في المحكمة بس ما نجحش. بعد كده خالف الأمر وتواصل مع كورتني 33 مرة في يوم واحد يوم 5 يونيو 2017. بعد كده اتقبض عليه لما عدى بالعربية قدام بيت عيلة كورتني. اتقبض عليه وتوجهت له تهم بكل الجرائم اللي عملها ضدها، وتقال له ما يتواصلش معها تاني. بعد 4 ساعات من خروجه من قاعة المحكمة كورتني اختفت. هي وحبيبها الجديد أخذوا ابنها لدروس السباحة، وبعد كده رجعوها البيت. تم تقديم بلاغ عن شخص مفقود، وشرطة نيوفاوندلاند الملكية بدأت تحقيق. صور كاميرات المراقبة من محطة بنزين كانت كورتني اشترت منها شوية حاجات اتنشرت للعامة، لكن محدش أدلى بأي معلومات. في يوم 27 يونيو تم القبض على سميث لما تشاف بيشرب كحول في بار، وده كان ممنوع عليه يعمله. بيته تفتش وتم جمع شوية أدلة، لكن الشرطة رفضت تقول لقوه هناك. في يوم 30 يونيو أعلنوا إنهم بيشتبهوا في وجود شبهة جنائية في اختفاء كورتني، ووحدة الجرائم الكبرى استلمت القضية. تم العثور على غرض يخص كورتني في بركة توربي مان يوم 2 يوليو، وسميث اعترف أنه أخذها في يوم اختفائها. تم تفتيش مناطق أكتر على مدار السنين اللي فاتت، لكن كورتني عمرها ما تلاقت. وبما أن سامث دلوقتي متوفي، غالبا خد معاه أي معلومة عن مكانها. أي حد يقدر يضيف معلومات أكتر عن قضيتها يتواصل مع شرطة نيوفاوندلاند الملكية على الرقم 709 729 8013. أوقات بتحس إن الشخص المفقود كأنه اختفى من الوجود ومحدش شافه تاني أبدا، وده اللي حصل في اختفاء كايل فليشمان اللي عنده 24 سنة واللي محدش شافه ولا سمع عنه من يوم 9 نوفمبر 2007. وللأسف أهله شاكين أنه كان ضحية لجريمة، وإن جثته اتدفنت تحت مجمع سكني كان لسه بيتبني وقت اختفائه، بس ده عمره ما اتثبت ولسه مجرد توقعات. في نوفمبر 2007 كايل وأسرته كانوا عايشين في شارلوت كارولاينا الشمالية، وفي يوم 9 نوفمبر قرر يخرج بالليل مع شوية من أصحابه. راحوا يتفرجوا على عرض كوميدي
وأنهوا ليلتهم في باكهيد سالون، وهناك اتصوروا كايل بكاميرات الأمن. وبعد كده اتشاف في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو ماشي في شارع كوليدج متجه ناحية شارع 6 جنب مطعم اسمه فيول بيتزا. دي كانت آخر مرة اتشاف فيها، ومع أن الصور ثابتة من تسجيلات الكاميرات اتعرضت للناس، مفيش أي شهود موثوقين جم بمعلومات جديدة عن مكانه. خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية، المحقق الرئيسي في القضية قال إن الشرطة محتارة في قضية كايل لأنهم ما استلموش أي خيوط جديدة وما لقوش أي دليل يوضح إيه اللي حصل له. اتقال إنه كان ضحية سرقة وإنه الحرامية هم المسؤولين عن اختفائه، بس ده كمان ما تثبتش. قضية كايل لسه مفتوحة، بس وصلت لطريق مسدود بسبب نقص الأدلة. أي حد يقدر يساعد الشرطة في العثور على كايل يتواصل مع قسم شرطة شارلوت ميكلنبرغ على الرقم 704-3364-978. رقم قضية كايل في ناميوس هو هاشتاج MB2456. 12. قضية اختفاء بيجي ماغواير اللي عندها 29 سنة هي واحدة من القضايا اللي حيرت عائلتها والمحققين من وقتها. في دليل من كاميرات المراقبة بيظهر مشتبه فيه محتمل، لكن عمرهم ما قدروا يحددوا هويته، وبيجي لسه مفقودة. في سنة 2015 كانت بيجي ساكنة في يوفولا أوكلاهوما، وكانت بتحب تقضي وقتها في الطبيعة، تصطاد وتخيم وتهتم بقطيع الماعز بتاعها. هي دخلت في علاقة مسيئة مع راجل اسمه توماس ماكنتوش، وعلى الرغم أنها حصلت على أمر حماية ضده إلا أنها حملت بسرعة وفضلوا مع بعض. هم انتقلوا لإنديانا عشان يبدأوا من جديد، لكن سلوك ماكنتوش العنيف زاد سوء. بعد ما خنقها قررت ترجع أوكلاهوما وقعدت مع والدتها هناك، لكن ماكنتوش قدر يقنعها ترجع تاني، ورجع هو كمان لأوكلاهوما عشان يكون معاها ومع ابنهم. بعد ما تخرجت من مدرسة التمريض اشتغلت في مركز ويلينغتون هيلز للتمريض، وبدأت تخرج مع راجل اسمه ريتشارد وهي بتحط خطة تهرب من ماكنتوش. في يوم 16 نوفمبر 2015 خلصت شفتها وبعدها ودت ابنها المدرسة. تاني يوم كانت مختفية، وعربيتها اتلاقت في جراج بار قريب من بيتها. كاميرات المراقبة أظهرت إن في حد كان سايق الشاحنة ودخل بيها الموقف وسابها هناك، بس الفيديو كان مشوش جدا ومقدرناش نحدد المشتبه فيه. ماكنتوش لسه هو المشتبه فيه الوحيد في قضيتها، بس إثبات إدانته عمره ما حصل، وقضية بيجي لسه مش محلولة. في مكافأة قدرها $150,000 لأي حد عنده معلومات تساعد في العثور عليها، وأي حد عنده معلومات زي دي لازم يتواصل مع مكتب شريف مقاطعة ماكنتوش على الرقم 918-689-2526 أو مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما على الرقم 918-423-6672. 11. تم العثور على عدة مقاطع من كاميرات المراقبة بتوضح آخر تحركات معروفة لتيو هيس عنده 18 سنة اللي مختفي من يوم 31 مايو 2019، لكن بالرغم من كده عمره ما تلاقى. تيو اللي كان جاي من بلجيكا كان مسافر بأقل التكاليف في أستراليا سنة 2018، وقبل اختفائه بشوية يوم 31 مايو السنة اللي بعدها اتصور في كاميرات المراقبة جوا نادي تشيكي مونكيز الليلي في نيو ساوث ويلز. في يوم 6 يونيو عائلته اتصلت بالشرطة في أستراليا لما معرفوش يوصلوا له، وتم الإبلاغ عنه كمفقود. حاجاته اتلاقت في أوضته في الهوستل، وموبايله وضح انه كان آخر مرة شغال في منطقة كيب بايرون. الكاب بتاعه اتلاقى بعد كده في شاطئ تيلو، وبيانات جوجل من موبايله وضحت انه اخذ طريق غلط بعد ما اطرد من بار عشان كان سكران زيادة عن اللزوم. دور على الاتجاهات على موبايله كذا مرة بس كان بضيع اكتر، وبيمشي في الاتجاه العكسي للإرشادات اللي كانت ظاهرة ليه. في الآخر لقى نفسه في غابة كثيفة، وكان بيجري أوقات ووقع منه الكاب لما خرج برا الطريق. موبايله اتقفل الساعة 1:02 صباحا، ومن ساعتها ما حدش شافه تاني. عمليات البحث ما وصلتش لأي نتيجة، وفي مكافأة $500,000 لأي حد يقدر يساعد في إنهاء قضيته. لو عندك أي معلومات إضافية عن قضية ثيو من فضلك اتواصل مع قسم شرطة بايرون باي على الرقم 02
68 59 49 10 30. تشاد جيبسون عنده 2 سنين، اختفى فجأة يوم 19 ديسمبر 2015. في البداية كان فيه أمل أنه تسجيلات كاميرات المراقبة من الحانة المركزية في نيو كواي كورنوال إنجلترا حتقدم أدلة كفاية علشان يلاقوه، لكن ده ما حصلش. عائلته قالت إنه خرج من البيت حوالي الساعة 10:30 أو 3 الصبح في يوم اختفائه، وكاميرات المراقبة أظهرت إنه كان ماشي قدام مطعم فرانكي أند بيني في شارع إيست، وكان متجه ناحية شارع ترينيتي الساعة 5:10 مساء. الصور دي بتوضح آخر تحركاته المعروفة، ومن وقتها ما حدش شافه تاني. الشرطة قالت إنهم مهتمين يتكلموا مع 2 رجالة كانوا باينين معاه في الفيديو حوالي الساعة 5:10 مساء، مع إنهم ما تسموش كمشتبه فيهم، لأنهم رجعوا للبار بعدين قبل ما تشاد يمشي لوحده حوالي الساعة 6:00 مساء. واتكشف بعدين إن تشاد حصل له مشادة مع مجموعة من الرجالة قبل ما يسيب البار بشوية، وإنهم صوروه. الراجلين اللي ظهروا في الفيديو اتعرف عليهم في الآخر واستبعدوهم كمشتبه فيهم. ومع عدم وجود أي أدلة أو خيوط جديدة، شرطة ديفون وكورنوال طلبت من أي حد عنده معلومات عن قضية تشاد يتواصل مع السلطات ويتصل برقم الطوارئ 101. في يوم 18 مارس 1990 2 رجالة قدروا يقتحموا متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن ونفذوا أغلى سرقة متحف اتسجلت في التاريخ. هربوا ومعاهم 12 لوحة فنية من روائع الفن، منهم 3 لوحات مرسومين بإيد رامبرانت و5 لوحات من أعمال إدجار ديجا. القطعة المفقودة كانت قيمتها تقريبا 500 مليون دولار، وتعرضت مكافأة 5 مليون دولار لأي حد يقدر يساعد الشرطة في تحديد المشتبه فيهم أو يوصل للوحات المسروقة. رغم المكافأة الضخمة دي ما حدش اتقبض عليه أبدا، ولا أي لوحة من اللوحات اتلاقت. الغريب إن تسجيلات كاميرات المراقبة من المتحف اللي بتبين ال2 الحرامية وهم بيزوروا المتحف قبل يوم السرقة بيوم ما تعرضتش للعامة غير في 2015، يعني بعد 25 سنة من الحادثة. في أمل إن حد يتعرف على الجناة ويتواصل مع الشرطة علشان في الآخر يتم القبض عليهم. التسجيل كمان ببين عربية هاتشباك حمراء اللي غالبا استخدموها كعربية هروب، والسلطات ناشدت أي حد يعرف العربية دي إنه يتقدم. على حسب كلام فرد الأمن اللي كان شغال في الليلة دي، الراجلين وصلوا وهم لابسين زي الشرطة، وقالوا إنهم جايين يحققوا في بلاغ عن إزعاج في المتحف. دخلهم المبنى وهو مش عارف إنهم بعد أقل من 24 ساعة هيسرقوا لوحات فنية قيمتها ملايين الدولارات. هم عمرهم ما أظهروا أي أسلحة، والشرطة ما عرفتش عن السرقة غير بعد ما حصلت، وده إدى للصوص وقت كافي يهربوا. ما تكشفش عن أسامي أي مشتبه فيهم أبدا، ولسه دي أكبر سرقة متحف في التاريخ كله. 8 في 2016 الشرطة في أفونديل أوكلاند نيوزيلندا نشرت فيديوهات كاميرات المراقبة لعدة مشتبه فيهم ارتكبوا سرقات بنوك في المنطقة. بس رغم أنه الفيديوهات كانت واضحة جدا، عمرهم ما تعرفوا. السرقتين اللي بنتكلم عنهم حصلوا بفارق 4 شهور في نفس البنك. الأولى حصلت يوم 11 ديسمبر السنة دي. أول حرامي هجم على اتحاد ائتمان ويست فورس في شارع جريت نورث، وكان في الوقت ده في ناس كتير جوه المبنى. حاولوا يوصفوا الراجل للشرطة بأفضل ما عندهم، بس هو كان مخبي وشوشن ورا هدومه ومحدش قدر يتعرف عليه. لكنهم لاحظوا إنه كان عنده لزقات على وشه، ودرعه كان فيه حامل. الشهود كمان قالوا إنه كان لابس نظارة شمس عشان يخبي هويته. استخدم الحامل عشان يخبي السلاح بتاعه وطلعه لما قرب من الموظف، وبعد ما جمع كل الفلوس اللي قدر عليها هرب على رجليه. بعد 4 شهور نفس البنك اتسرق تاني. في يوم 12 أبريل راجل لابس بندانة على وشه اتبع نفس الأسلوب وقرب من موظف البنك وهو شايل سلاح ناري، وكان كمان لابس نظارة شمس، بس لسه مش معروف إذا كان ده نفس الراجل ولا حرامي تاني. بعد ما هرب من المبنى اتشاف وهو بيجري في ممر جنب البنك ومحدش قدر يوصله. السرقتين حصلوا في أقل من دقيقة، والشرطة قالت إن الحوادث دي ممكن تكون مرتبطة ببعض، مع إن لسه مش معروف إذا كان نفس الحرامية هم اللي عملوها مرتين. لو تعرف الرجالة اللي في الفيديو ده
ياريت تتواصل مع فرع التحقيقات الجنائية في أفونديل على الرقم 092 138 4487 بسبب الشائعات اللي على الإنترنت. انتشر كتير من المعلومات الغلط عن اختفاء كاليب بيري اللي عنده 31 سنة واللي اختفى من إدمنتون في ألبرتا كندا يوم 31 مايو 2026. بعض المصادر قالت بالخطأ إنه تم العثور عليه متوفي، لكن حسب التحديثات اليومية من شرطة إدمنتون هم لسه بيدوروا عليه بنشاط. لسه مش معروف التقارير اللي من غير دليل دي جت منين، بس لازم نوضح إنها مش صحيحة. آخر مرة تشاف فيها كاليب كانت في تسجيل كاميرات المراقبة وهو ماشي حوالين تاناجور كلوز حوالي الساعة 6:45 مساء، وبيبان في الفيديو إنه كان باصص في تليفونه وهو ماشي. الشرطة طلبت من السكان في المنطقة يراجعوا تسجيلات كاميرات الأمام بتاعتهم، يمكن تكون سجلت كاليب في اليوم ده، وبيأملوا إن تحركاته بعد آخر مرة تشاف فيها دي تساعدهم يوصلوا لمكانه. عيلته قالت إنه دايما بيتواصل معاهم وعشان كده اختفائه ده مش من طباعه خالص، وده خلاهم يقلقوا إن ممكن يكون حصل له حاجة مش كويسة في اليوم ده، بس لحد دلوقتي مش بيشتبهوا في جريمة أو حاجة زي كده. في الفيديو كاليب كان لابس جاكيت غامق بكابيشو وبنطلون كاكي وكاب أسود زي بتاع البيسبول وجزمة سودا. هو موصوف إن شعره بني وعينيه عسلي وطوله حوالي 5 أقدام و9 بوصة. كمان ممكن يتعرف عليه من تاتو ساعة على ساعده اليمين وتاتو تاني على شكل شعلة على عضلة الترايسبس اليمين. مش معروف كان ايه خططه قبل ما يختفي، وعشان كده محدش عارف هو مشي في انهي اتجاه بعد آخر مرة ظهر فيها في الفيديو. أي حد عنده فيديوهات لكاليب أو عنده معلومات أكتر عن قضيته لازم يتواصل مع شرطة إدمنتون على الرقم 7804-234-567. ممكن كمان يطلبوا شباك 37 من الموبايل. تم إصدار 6 فيديوهات من كاميرات المراقبة بعد اختفاء جو وارن اللي عنده 47 سنة واللي مرجعش البيت يوم 25 يوليو السنة دي، ومن ساعتها محدش شافه. في الوقت ده كان جو عايش في هاكني شرق لندن إنجلترا مع أخته روزي اللي من وقتها عملت أكتر من نداء للناس علشان أي معلومات. كانوا عايشين مع بعض أكتر من 10 سنين، وهي قالت لوسيلة إعلامية إنه آخر مرة شافت فيها أخوها كانت يوم 25 يوليو السنة دي قريب من جسر مارجيجيت في هاكني مارشز حوالي الساعة 9:30 الصبح. في تسجيل كاميرات المراقبة اللي المحققين حصلوا عليه بعدين، جو بين وهو خارج من مبنى صغير عند جسر مارشجيت وكان شكله هادي تماما وهو ماشي قدام الكاميرا. لسه مش معروف هو راح فين بعد كده، وعشان كده الشرطة ما قدرتش تلاقيه، وبرضه ما قالوش إذا كانوا بيشكوا في وجود شبهة جنائية في قضية جو وأسرته نفسها تعرف أي إجابة. تم تفتيش مناطق كتير في شرق لندن وسألوا سكان المنطقة لو حد شاف جو بعد آخر ظهور ليه في الفيديو ده، لكن ما جاش أي خيط جديد لحد دلوقتي ومصيره لسه مجهول. أسرته علقت منشورات في مناطق كتير عشان الناس تعرف عن قضيته، لكن محدش جه وقال أي معلومة جديدة. عملوا عمليات بحث إضافية في غابة إيبنغ لكن من غير فائدة. أخت جو بتقول إنه شعره بني قصير وبيخف من فوق، طوله 6 أقدام و3 إنشات وجسمه نحيف. في الفيديو هو لابس جاكيت تمويه وبنطلون أخضر وكوتشي أسود بنعل أبيض. لو شفت جو أو تعرف هو فين من فضلك اتصل برقم الطوارئ 101 وبلغ بمعلومة. رقم القضية 23 MIS 025447 5 حوالي الساعة 6 صباحا. في يوم 9 مايو 2026 راجل كان في قطار جاي من ستوكويل في لندن مر بتجربة صعبة ولسه ما تحلتش. قال للشرطة إنه 2 رجالة قربوا منه وكان واضح إنه نيتهم مش كويسة. واحد من الرجالة فجأة خطف شنطة الراجل اللي كان حاططها على الكرسي اللي جنبه، لكنه بسرعة شدها تاني لأنه كان فيها حاجات شخصية كتير بتخصه. الاتنين الحرامية ما عجبهمش اللي حصل وهجموا عليه بزجاجات. الخناقة خرجت لحد الرصيف في محطة لندن فيكتوريا، واضطر الاتنين المهاجمين يهربوا لما الناس بدأت تتجمع حوالين المكان. الضحية
اتنقل لمستشفى قريب وهناك اتعالج من إصاباته اللي كانت عبارة عن فك مكسور وجروح في راسه. كاميرات المراقبة سجلت الاثنين الحرامية وهم خارجين من المحطة، والصور دي اتنشرت للناس عشان لو حد يعرف أي واحد منهم. واحد لابس تريننج أخضر والتاني لابس هودي أسود وبنطلون جينز أسود وجزمة سوداء. كمان تم نشر صور كاميرات مراقبة في حادثة تانية حصلت في محطة مترو أوكسفورد سيركس يوم 8 مارس 2026 حوالي الساعة 3:15 العصر. في اليوم ده 2 رجالة حاولوا يخطفوا موبايل راجل وهو نازل من القطر. 2 من ضباط النقل البريطانيين شافوا اللي حصل وواجهوا الرجال الاثنين، لكن الضباط تعرضوا للاعتداء والجناه هربوا من غير ما حد يمسكهم. صور الكاميرات اللي باينة فيها وشوشهم اتنشرت للناس ومتوقع انهم يتقبض عليهم قريب. اي حد عنده معلومات عن اي جريمة من دول ياريت يتصل بكرايم ستوبرز على 0800-555-1111. في 9 يونيو 2026 الشرطة في فريتشام اللي موجودة في تشيلسي إنجلترا عملت نداء علني علشان أي حد عنده معلومات عن اختفاء بيتر كونوي اللي عنده 71 سنة وأسرته قلقانة عليه جدا. يعتقد أنه في يوم اختفائه بيتر مشي من منطقة إيريدل درايف لفريتشام في اتجاه ساتون ويفر، ولما ما رجعش البيت في نفس الليلة أسرته بدأت تقلق واتصلوا بالشرطة. يعتقد أنه كان لسه ماشي على رجليه وقت ما اختفى، لكن الظروف اللي حوالين اختفائه لسه غامضة. ما فيش أي حاجة تدل على الاتجاه اللي مشي فيه بعد ما الكاميرات صورته، وعشان كده الشرطة طلبت من أي حد شاف بيتر في اليوم ده يتواصل معاهم. لو قدروا يأكدوا وجوده في منطقة تانية في نفس اليوم ممكن يقدروا يبنوا جدول زمني لتحركاته في اليوم ده، وبيأملوا إن ده يساعد في العثور على بيتر ورجوعه لأسرته. أسرته كمان حاولت تتواصل معاه بشكل مباشر وطلبوا منه إنه يتواصل معاهم ويطمنهم عليه لو ده فعلا اللي حصل. هو لابس تيشيرت رمادي وجاكيت أسود منفوخ وبنطلون رياضي أزرق وجزمة مشي وكمان شايل شنطة على ظهره. أي حد شاف بيتر ياريت يتواصل مع شرطة تشيشير على الرقم 101 ويذكر رقم القضية IML 2,346,179. تم القبض على مشتبه به في قضية اختفاء أليشيا أبوستولوف بويارين البالغة من العمر 24 سنة اللي اختفت من دورهام في إنجلترا في يناير 2022، لكنها عمرها ما تلاقت. في الوقت ده كانت عايشة في أشتون أندرلاين في تامسايد غريتر مانشستر. وفي يوم 14 يناير من نفس السنة واحد راجل أخذها بعربية فولكس فاجن باسات لونها ذهبي، وبعد كده اتشافت في تسجيل كاميرات المراقبة جوا سوبر ماركت أزدة مع راجل يعتقد إنه سواق العربية اللي بنتكلم عنها. في التسجيل بين إنها بتبص على حاجات كتير على رفوف المحل وهي ماسكة سلة تسوق خضرا. وش الراجل كان متغطي بقبعة وكمامة جراحية، وعشان كده ما يدروش يتعرفوا عليه لأنه وشه عمره ما كان باين بوضوح. الاثنين استخدموا كارت بنك أليشيا علشان يدفعوا ثمن مشترياتهم، وبعد كده اتشافوا هم بيغدروا. شهود جم وقالوا إنهم شافوها بعد كده في نفس العربية وهي ماشية من جلاسوب ناحية تشابل إن فريث في ديربيشاير. اتبلغ عن اختفائها بعد ما قدرتش تتواصل مع عائلتها، وخلال التحقيق اللي حصل بعد كده الشرطة حولت قضيتها لتحقيق في جريمة قتل رغم إن أليشيا لسه ما تلقتش. في مارس 2022 اتقبض على رجل اسمه ديفيد أليكس تايلور بس يتساب بكفالة. اتحبس تاني بس في مارس 2024 ودلوقتي هو لسه مستني المحاكمة. هو أنكر التهمة لكن كمان اتوجهت له تهمة انه اعتدى على ضابط شرطة وهو كان محبوس في سجن فرانكلاند سنة 2024. اي حد عنده معلومات زيادة عن قضية أليشيا زي تسجيلات كاميرات مراقبة اضافية من اليوم ده لازم يتواصل مع الشرطة ويتصل ب101. كل الخيوط اللي هتوصل للشرطة هيتابعوها. سارة هيسلوب عندها 41 سنة ومن ساوثهامبتون في إنجلترا. اختفت في مارس 2021 وهي على متن القارب سيرين سونغ كاتاماران، وكانت هي وصاحبها رايان بين
شغالين هناك كشفات. وقت اختفائها القارب كان وصل جزر فيرجن، وفي يوم 7 مارس اتشافوا وهم بيتعشوا في جزيرة سان جون. كان لازم يرجعوا للقارب قبل الساعة 10 بالليل بسبب قيود كورونا، لكن على كلام ريان هم رجعوا قبل كده بكتير. قال للشرطة إنه سارم كانت نايمة بحلول الساعة 10 بالليل، ولما راح يبص عليها تاني الساعة 32 دقيقة الصبح ما كانتش موجودة. بلغ الشرطة وقالوا له يتواصل مع خفر السواحل، لكنه ما عملش كده غير الساعة 11:45 في نفس اليوم. ده معناه إن 9 ساعات عدوا من ساعة ما سارم اختفت، وده خلى عائلة سارم تشك في الموضوع. الغريب إنهم عمرهم ما فتشوا القارب الكاتاماران، مع إنه الشرطة طلعت عليه في وقت من الأوقات. بعد 9 أيام واحد من سان جون اتصل بالشرطة وقال لهم إنه سمع صرخة جاية من المنطقة اللي كان القارب الكاتاماران متربط فيها في ليلة اختفاء سارم، والإف بي آي تدخلوا. وبعدين تم نشر فيديو من كاميرات المراقبة بيظهر فيه الزوجين وهما خارجين من المطعم، وعائلتها لاحظت إن في الفيديو كانت لابسة هدوم مختلفة عن اللي الشهود اللي شافوها آخر مرة قالوا عليها. مفيش حد تسمى كمشتبه فيه في قضية سارم، بس ناس كتير حاسة إن ريان عارف أكتر من اللي بيقولوا، وده بسبب الفجوة الكبيرة بين الوقت اللي اختفت فيه وبين الوقت اللي بلغ فيه خفر السواحل. ريان عمره ما تسأل بشكل رسمي من الشرطة، ولسه مش واضح إذا كان هو المسؤول عن اختفائها ولا لا. أي حد يقدر يوفر معلومات أكتر عن قضية سارم ياريت يتصل بكرايم ستوبرز USVI على الرقم 800 222 8477. أولاً، شرطة أدمنتون نشرت جدول زمني عن اللي معروف عن اختفاء ناتاناس موراستي اللي عنده 24 سنة، وهو عضو في أمة بيتر بالنتاين كراي اللي موجودة في برنس ألبرت في شمال ساسكاتشوان. وقت اختفائها يوم 9 مايو 2025 كانت بتزور أصحابها في إدمنتون، وكانت راحت هناك مع كذا صاحب ليها. ناتاناس اتشوفت في تسجيل كاميرات المراقبة يوم 5 مايو السنة دي وهي خارجة من فندق كونتيننتال إن حوالي الساعة 1:30 صباحا. هي خرجت بعربيتها هيونداي توسان، واللي تشوفت بعد كده رجع للفندق بعد 8 دقايق. هي خرجت تاني الساعة 2:37 صباحا، وتشوفت بعد كده في محل 7-11 في شارع 156 وتقاطع 107 أفنيو، وخرجت من هناك الساعة 2:55 صباحا. ويعتقد أنها بعد كده ساقت عربيتها في مناطق إدمونتون، شيروود بارك، باكلاند، نوردج، وبحيرة لويز. وفي يوم 6 مايو اتشاف عربيتها وهي بتتساق في بريتش كولومبيا. تاني يوم اتشاف العربية على عبارة كانت رايحة ننايمو. وفي يوم 10 مايو رجعت العربية لإدمنتون. في يوم 12 مايو اتشاف العربية في لويد مينستر، وبعدها 3 أيام اتلاقت متسابة ومتدهونة من جديد في جيمس سميث كري نيشن في ساسكاتشوان. فتشوا العربية والمنطقة اللي حواليها بس ما لقوش أي أثر لناتاناس. هي ما تواصلتش مع عائلتها من وقتها، وأي حد يعرف مين هي ناتاناس أو يقدر يضيف تفاصيل أكتر للتحقيق في قضيتها يتواصل مع شرطة إدمنتون على الرقم 780 423 4567.